يعني بجد احنا بلد المفروض انها كانت بتغرق في الذهب، بلد الفراعنة اللي كان عندهم مقابر مليانة كنوز، وتاريخ بيشهد ان الذهب كان بيجري في شرايين الارض. بس دلوقتي احنا حرفيا مش شايفين غير الفقر، الاسعار نار والناس مش لاقية تاكل، وفي الاخر يطلع لك مسؤول يقول لك احنا عندنا منجم من اكبر المناجم في العالم. طب فين العائد؟ فين الفلوس؟ ولا احنا شعب بيضحك عليه لا مؤاخذة؟ يعني معقول بلد فيها منجم السكري اللي بينتج بمليارات والمواطن مش لاقي يجيب سلسلة دهب لمراته؟ طب في حاجة غلط، وغلط كبير كمان. واللي بيحصل ورا الكواليس مش مجرد صدفة، دي منظومة متقنة لإخفاء الحقيقة. بيحسسوك إن في خير، بس مش ليك، لناس تانية خالص، لطبقة محصنة فوق الكل بتستفيد وبتكسب، وإنت واقف تتفرج. الموضوع أكبر من مجرد منجم دهب، دي شبكة كاملة من المصالح، من التعتيم، من غياب الشفافية، وكل ده بيحصل باسم التنمية، وإحنا قاعدين بنتفرج ومش فاهمين حاجة. إحنا بقينا زي اللي قاعد فوق منجم ألماس وبيشحت. تعالوا بقى نفتح الملف ده من أوله ونشوف الحكاية ورا الدهب اللي اختفى، واللي واضح جدا إن في حد مش عايزنا نلاقيه. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل اللايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم، عيب تتعاملوا مع ناس كبار. من أول ما اتكتبت الحروف على جدران المعابد، والمصري القديم كان بيحب الذهب، ومش حب عادي، ده عشق. كانوا بيشوفوه رمز للألوهية، النقاء والخلود. شوف بس توت عنخ آمون، التابوت بتاعه بالكامل من الذهب، وكانوا بينقبوا عنه في الصحراء الشرقية، وبيشتغلوا فيه بتقنيات بدائية جدا، بس كانوا بيطلعوا كميات خرافية. الذهب كان مرتبط بكل مظاهر الحياة والسلطة في مصر القديمة. مفيش فرعون كان بيطلع من غير تاج مرصع، ومفيش معبد كان بيخلص من غير ما يتحط فيه تمثال ذهب ضخم للإله. ده كان نوع من التباهي والقوة، لدرجة إن كلمة نوب اللي هي أصل كلمة نوبة كانت معناها الذهب، علشان في الجنوب كان في مناجم كتير، وكان في حاجة اسمها منجم الفواخير، وده موجود لحد النهاردة في محافظة البحر الأحمر، واتقالوا إنه أقدم منجم ذهب في التاريخ. يعني حرفياً إحنا عايشين فوق كنز، بس مش واخدين بالنا. وكل اللي بيحصل دلوقتي ما هو إلا استكمال لقصة بدأت من آلاف السنين. بس الفرق إن زمان الذهب كان بيخدم الحضارة، دلوقتي بيخدم حفنة معينة من الناس. تعال دلوقتي معايا نروح على مرسى علم، وتحديداً على بعد حوالي 30 كيلومتر من البحر الأحمر. هناك في قلب الجبال في مكان اسمه منجم السكري. ده مش منجم عادي، ده واحد من أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم. الشغل فيه بدأ من أوائل التسعينات، لكن الإنتاج الحقيقي ابتدى سنة 2010. يعني بنتكلم عن مشروع استراتيجي كبير، والمفروض إنه يغير شكل الاقتصاد. منجم السكري بينتج سنوياً من 400 ل 500 ألف أوقية ذهب. الرقم ده لو حولته لدولارات فبنتكلم في مليارات مش ملايين. ورغم إن الشركة المشغلة هي شركة سانتا ماين الأسترالية، لكن المفروض في شراكة بينها وبين الهيئة العامة للثروة المعدنية، يعني المفروض في دخل للدولة. بس الحقيقة المواطن مش شايف أي حاجة، لا تحسن في الخدمات ولا دعم حقيقي ولا حتى شفافية في طريقة توزيع الأرباح. كأن المشروع شغال في دولة تانية مش في مصر. ومن كتر الغموض الناس بدأت تشك إن في حاجة بتتخبى. هو في كنز تحت رجلنا فعلا؟ خليني أقول لك شوية أرقام. حسب تقارير رسمية، مصر عندها احتياطي ذهب يتعدى 80 مليون أوقية، رقم مهول. وفي سنة 2022 مصر صدرت ذهب بأكتر من 1.6 مليار دولار. طب حلو جدا كمان، بس فين الفلوس؟ هل حسيت بيها في دعم السلع؟ هل حسيت إن الجنيه اتحسن؟
ولا الأسعار قلت؟ طبعا لأ. الأرقام دي لو اتوزعت بعدل كانت كفيلة إنها تقلل الدين الخارجي وتسد فجوة في الموازنة، لكن لما تقرأ العقد تلاقي الشركة بتسترد بكل مصاريفها الأول وبعدين يبدأوا يقسموا الربح. يعني الدولة مش بس بتستنى الفتات، دي كمان مستنية موافقة الشركة إن الربح اتحقق. طب هل في جهة مستقلة بتراجع؟ هل في مراقبة؟ للأسف مفيش، وده يخلي كل الكلام عن الشفافية مجرد شعار، لأن الأرقام الرسمية نفسها فيها تساؤلات، وده أخطر شيء لما الشعب يفقد ثقته في الأرقام اللي بتتعرض عليه. كلنا بنحلم نشوف بلدنا غنية، بس الغنى الحقيقي هو اللي بينعكس علينا احنا. يعني لما اسمع ان عندنا منجم ذهب بينتج بالمليارات، طبيعي اسأل، طب واحنا هل ده دخل في دعم الوقود؟ هل بيتبني منه مدارس؟ هل بيقلل الدين الخارجي؟ للأسف لا. الذهب في مصر مش داخل في الصناعات ولا في الاقتصاد اليومي. مفيش مجوهرات مصرية بتتصدر عالميا، مفيش صناعة إلكترونية بتستفيد من الذهب، حتى ورش تصنيع الحلي بتقفل واحدة ورا التانية. المواطن بدل ما يستفيد من الذهب بقى يشتريه بس علشان يحافظ على قيمة فلوسه، وكمان بأسعار مبالغ فيها بسبب الغلاء. والمشكلة الأكبر إن الفلوس اللي بتيجي من تصدير الذهب ما بتدخلش في منظومة واضحة. مين بياخد؟ مين بيقرر؟ كل ده غامض. وكل ما المواطن يحاول يفهم يتقال له ده تخصص، مش لازم تعرف كل حاجة، وده أكبر استخفاف بعقل الشعب. من زمان والناس بتتكلم عن تهريب الذهب، ناس بتقول في مناجم مش معلن عنها، وفي مناطق كاملة في الصحراء الشرقية فيها تنقيب عشوائي، وناس شغالة من غير تراخيص ولا رقابة. كمان بيتقال إن جهات سيادية هي اللي ماسكة الملف ومحدش يقدر يسأل. طب فين الشفافية؟ فين الرقابة؟ ليه المواطن ما يعرفش التفاصيل؟ ليه مفيش تقارير معلنة دورية عن كمية الإنتاج والعائد الحقيقي؟ دهب السكري لوحده ممكن يحل مشاكل في الموازنة، بس مش شايفين ده بيحصل. ولو فتحت بقك يقولك دي معلومات سرية تخص الأمن القومي. هو احنا بنحاسب مين؟ مش المفروض الشعب هو صاحب الأرض دي؟ ولا حتى ده بقى رفاهية؟ ولما تيجي تدور تلاقي نفس الأسماء اللي بقالها سنين بتدير الملف من غير ما تتغير. هل ده معناه إن كل شيء ماشي صح؟ ولا في حاجات تحت الترابيزة محدش عايز يفتحها؟ بص على جنوب أفريقيا، رغم كل مشاكلها عندهم شفافية نسبية في ملف الذهب. الشركات هناك ملزمة تعلن الإنتاج والتكاليف والعوائد، الإعلام بيتكلم والمواطن بيسأل والحكومة بتجاوب. السعودية مثلا بدأت تدخل في التنقيب عن الذهب بشكل كبير، بيعملوا مزايدات دولية وبيعلنوا كل خطوة، حتى وهم لسه في البداية. عندهم وضوح وعندهم خطة. المستثمر هناك بيشوف كل حاجة مكتوبة بالأرقام وبمشاركة المجتمع. ليه؟ علشان يضمن الاستدامة ويكسب ثقة الناس. إحنا ليه دايماً بنشتغل في الضلمة؟ ليه المواطن في مصر دايماً آخر من يعلم؟ مع إننا المفروض نكون أول ناس تستفيد. هل ممكن مصر تبقى أغنى الدول من الذهب؟ ممكن. مصر فعلاً تقدر تبقى من أغنى الدول بالذهب، بس ده محتاج شغل، محتاج رقابة قوية، تشريعات عادلة، شفافية كاملة، وشركات وطنية تشتغل بجد. محتاجين نربط الذهب بخطة التنمية ونستخدمه في دعم الاقتصاد الحقيقي زي ما دول تانية بتعمل، مش بس نبيعه ونصرف الفلوس. لو الدولة قررت تعمل بورصة حقيقية للذهب وتفتح المجال للاستثمار المحلي وتدخل الذهب في الصناعة وفي التكنولوجيا، ساعتها بس هنشوف فرق. لكن طول ما الحكاية ماشية بنظام هم ياخدوا وإحنا نتفرج، عمرنا ما هنتحرك خطوة لقدام. وبصراحة مفيش أي مبرر منطقي يخلي الذهب يفضل متحوش بعيد عن الشعب اللي هو أحق واحد بيه. هل في أمل؟ الحكومة فعلا بدأت تعمل مزايدات جديدة، وفي شركات مصرية بدأت تدخل السوق، بس لسه بدري. لازم نكمل الطريق بشفافية. لازم المواطن يبقى عارف إنتاج منجم السكري بيكون قد إيه ورايح فين وبيرجع علينا إزاي. لازم يكون في إعلام بيراقب ومجتمع بيسأل ودولة بتجاوب. الحل بيبدأ من إنك تفهم. لما تفهم هتعرف تطالب بحقك، ولما تطالب ممكن نغير. وده مش كلام حماسي، ده الواقع. كل خطوة وراها وعي، وكل وعي معاه قوة، ومع كل قوة في أمل في بلدنا نعيش فيها بكرامة وعدالة.
في النهاية الدهب مش بس معدن أصفر بيلمع، الدهب هو قصة بلد ومستقبل شعب، ومصر اللي كانت دايما بلد الكنوز تقدر ترجع للواجهة تاني. بس لازم نفتح عينينا ونفهم اللي بيحصل حوالينا. يمكن يكون الدهب موجود تحت رجلينا، بس احنا اللي مش بنبص كويس، واللي مش شايف الدهب يبقى لازم يعيد نظره في اللي حواليه، لأن اللي بيتسرق مش بس المعدن، اللي بيتسرق هو مستقبلنا. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا انك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري. هي ساعتين فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر.